في إيمانها خيرا. هذه لا إله إلا الله إن لم أكن مستقيما عليها في حياتي لن تنفعني عند غرغرتي. لا إله إلا الله إذا كنت مستقيم ما مستقيم عليها، لأن لا إله إلا الله ليست لقلقة، وإنما هي ميثاق مع الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله حق صدق، هذا حق الله عليك أن تصدقه، لكن ما واجباتك تجاه لا إله إلا الله؟ إنك أنت تصدق أن لا إله إلا الله وكفى؟ لا إله إلا الله حق فرض واجب لا شك فيه، ولكن ما هو واجبك حيال هذا التصديق؟ بس صدقت وانتهى؟ لا بد من التزام وانضباط بمنهج لا إله إلا الله. فجابر يقول لا إله إلا الله عند الموت ما تنفع صاحبها ما لم يكن من أهلها في الحياة، فإن كان من أهلها زادته عند الله قربا. بعض من الناس يقول من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، على أي حال كان يعني؟ هذه أفكار دخيلة على الأمة. أهم شيء أنه يموت ساجد، أهم شيء أنه يموت في الحج، أهم شيء أنه يموت لا إله إلا الله. هذا كلام، هذا بعيد، هذه أفكار غذيت بها وعبئت نفوس المسلمين. كلا، ولو مات ساجدا إن لم يكن من أهل لا إله إلا الله مستقيما عليها فموته على السجود لا ينفعه. كبيرة ذي، احنا ما علمونك ذاك، ما مشكلة ما علموك، لكن الحقيقة تقول هذا. خال كلامي أنا هذا كلام مسعود بن عقبة خلى الصوت، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. استشهد رجل في المعركة فقال الصحابة، اسمه أبو الغادي والرواية في صحيح مسلم في باب يوم خيبر، قالوا يا رسول، استشهد في المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة هنيئا له الجنة. شهيد ولا ما شهيد؟ شهيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي جيش الإسلام وصفوف المسلمين ومات شهيدا. قالوا هنيئا له الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم كلا، لا، إن الشملة خلقة إن الشملة التي أخذها يوم خيبر قبل أن تقسم الغنائم لتشتعل عليه نارا. وإحنا عندنا أفكار حظة، خلاص على الجنة صاروخ مات ساجد، على الجنة مباشرة مات محرم. هذا ما ينفعه إلا إن كان مستقيما عليه. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. ما تقول لي ميت في الحج ولا ميت في العمرة وهو كان منحرف في حياته، لا، إنما طيب هذا ما كرامة له في الظاهر، تجدراك عندها كرامة. قال صلى الله عليه وسلم رب قتيل بين الصفين الله أعلم به. رب قتيل بين الصفين الله أعلم به. فما تتألى على الله، مات ساجد ولا مات يسبح ولا ما يتشهد ولا كذا. بعض من الوفيات فتنة للناس، يقول لك ها فلان سكر خمار عاقل والديه ما طب المسجد ولا مرة ومات في عرفة الحمد لله. شوف كيف فتنة. لما فتن ذا؟ لأنه ما عنده هذه الفكرة أنه هذه الحالة التي مات عليها وافقت أجله. فضت البطارية هناك وافقت أجله، ولا يلزم من ذلك أن يكون مكرما عند الله، ذا انتهى هناك. لكن متى تنفعه؟ إذا مات حاج ولا ملبي ولا في عرفة ولا متشهد، متى ينفعه؟ إذا كان ما قبله موافقا لها، يعني هذه تعطف على ما قبلها، هذه تعطف على ما قبلها، يعني رفعه لدرجته وخاتمة حسنة له. خاتمة حسنة ليش؟ إذا كان متى؟ إذا كان مستقيما من قبل. أما إذا كان منحرف فهذه ما خاتمة. هذا قد تكون فتنة لبعض الناس اللي تحدث نفسه أتوب ولا ما أتوب، أتوب ولا ما أتوب، أرباعه هو وياه يسكروا ويعربدوا أرباعه، ثم هذاك مات في الحج ولا مات في عرفة
ولا مات في الطواف، يوم بيموت ذا صاحبه على هالحالة، هذا بيتوب ذا؟ الحمد لله رب العالمين، الله تعالى غفور رحيم، ورحمة الله وسعت. هذا فلان عاد بتضيق علي أنا ويا 4 ترى نفس الشيء، هو يظن